كل سنة نشوفوا الإنتاج ما شاء الله، نشوفوا المقنين تاع السابا يدخل بأعداد هائلة، لكن بعد مرور أشهر تبقى تحوس الحسون عندنا ما كانش. وش هي المشكل؟ شوف، أنا شفت أنه عدد كبير من الطيور خاصة الفيرخة تموت في نهاية فصل الصيف ودخول فصل الخريف. دوك نعطيك بعض المشاكل والأمراض اللي راهي تصيب الفراخ في هذه الفترة اللي معروفة، معناتها الفترة هذه معروفة نتاع نهاية الصيف وبداية الخريف بالتقلبات الجوية وكثرة الرياح. نعطيك زوج أمراض اللي هي السبب اللي تخلي الطيور تاعنا تموت. عندنا أمراض الجهاز التنفسي، راك تشوف نتايا المقنين تاعك انفخ الريش تاعو، يدخل راسه تحت جناحه، عنده خمول وفقدان في الشهية، دي فوا تسمع صوت صفير ولا الخشخشة بالتنفس عند المقنين هذا. السبب واضح أنه المقنين هذا تعرض لتيارات هوائية باردة بسبب التقلبات الحرارية المفاجئة هذه. صح. عندنا السبب الثاني اللي هو الالتهابات المعوية كما الكوكسيديا، الأعراض باينة، عنده إسهال، انتفاخ في البطن مع الإحمرار، باين الكوكسيد راهي باينة، وعنده خمول شديد. السبب واضح، يصاب هذا الطائر بالطفيليات بالكوكسيديا، ومن بعد تنتقل عبر تلوث ماء الشرب أو الطعام بالفضلات نتاع الطيور، خاصة كي يكون طائر عنده مناعة ضعيفة ويكون جان صغير وقت غيار الريش. كما قلنا جان صغير راه وقت الغيار راه تولي عنده مناعة قليلة، يولي فاشل لأنه راه يدخل في حياة جديدة، هذا هو راه يبدل في ريش جديد أول مرة، معناتها راه يتعب ماشي كيما طائر كبير. هنا واش لازم نديرو باش نحمو الطيور تاعنا؟ نأكدوا على التغذية السليمة. كي تشري خويا ماكلة، شري ماكلة زينة، ما تبقاش غير تخلط، ماشي كل خطرة تجيب له نوع ولا تروح تجيب له ماكلة التاريخ تاعها تاريخ صلاحية منتهي، عرف على من تشري. صاي الأكل كما قلنا تكلمنا في الموضوع السابق، الماكلة تكون غنية بالبروتينات والفيتامينات المخصصة للمرحلة هذه نتاع غيار الريش باش الطائر ما يتفابلالكش. صاي زيد واش دير؟ الراحة والدفء خاوتي. الجان تاع المقنين سيرتو الجان، نحكيك على الجان، ما تبقاش تغير له في مكان القفص وتعرضه للإزعاج وتزيد تبقى تدي فيه من بلاصة لبلاصة. احميه، لازم تحميه من التيارات الهوائية الباردة. أكد على النظافة، نظف القفص، غير الماء، أكد لك غير الماء بانتظام. غير تشوف عندك مقنين مريض بعده عزله مباشرة، إن شاء الله يصدق لك الجان ويكبر كلش. وشكرا.